كلمتين وبس. سيد افندي راح اشترى الجورنال، دفع للراجل 25 قرش وقال له عايز الاهرام. قال له اتفضل. اداله الجريده واداله معاها علبه كبريت. الجورنال بريال وعلبه الكبريت بشلن. قال للراجل اللي بيبيع جرايد انا معايا كبريت، مش عايز كبريت. بياع الجرايد قال له جرى ايه يا سيد افندي؟ ما انت كل يوم بتشتري الجورنال وتاخد علبه كبريت. سيد افندي قال له مظبوط صح. انت عارف يا دقدق اسم بياع الجرايد دقدق. قال له انت عارف يا دقدق انا حصل لي ايه؟ بقى عندي في البيت يجي 1000 علبة كبريت. لقيت في جيوب الجاكيتة كبريت، لقيت في جيوب البنطلون كبريت. فتحت الكومودينو لقيت فيه كبريت. جاكيتة البيجامة فيها كبريت، الحمام فيه كبريت، اوضه الصالون فيها كبريت، كل حتة في البيت فيها كبريت. الكبريت ملا البيت يا دقدق. اعمل انا ايه؟ بياع الجرايد قال له معلش يا سيد افندي هنعمل ايه؟ مفيش فكه. سيد افندي خد علبه الكبريت ومشي. قعد يفكر طول ما هو ماشي، اكتشف ان بيته اتملى كبريت واكياس بلاستيك. يروح يشتري الجرنان يديله علبه كبريت، يخش اي جمعيه استهلاكيه يشتري حته جبنه ب 395 قرش، يدي الراجل 4 جنيه يديله الجبنه وعلبه كبريت. يروح يشتري سجاير ياخد الباقي علبة كبريت. يروح يشتري حاجة يدوله كيس بلاستيك ب10 ساغ. يوم بعد يوم، اسبوع بعد اسبوع، شهر بعد شهر، ابتدى سيد افندي يكتشف ان البيت اتملى كبريت واكياس بلاستيك. كل ما يمشي يعطر في كبريت او كيس بلاستيك. سيد افندي بيدخن، لكن علشان يستهلك الكبريت ده كله عايز 100 سنة وعايز يشرب كل ثانية علبتين سجاير. سيد افندي قال لنفسه مش معقول ابدا يبقى عندي كل الكبريت ده، اعمل بيه ايه؟ اولع في نفسي؟ قعد سيد افندي شوية ايام يفكر في الموضوع، وبعدين مراته فتحته فيه. كانت في الاول بتقول له ايه يا سيد انت هتشتغل في تجارة الكبريت؟ ايه حكايتك كل يوم تجيب لي 10 علب كبريت؟ سيد افندي قال لها اعمل ايه؟ انا بجيب الكبريت غصب عني، هما اللي بيدوهولي. قالت له ارفض يا اخي، قول لا مش واخد كبريت، عايز فلوس. قال لها قلت 100 مرة ما رضيوش، اعمل ايه؟ قالت له اتخانق، انت بس مستقوي علي انا، اسد علي وفي الحروب نعامة. سيد افندي سمع الكلمتين في جنابه وسكت. هيقول لها ايه؟ حاول يقاوم الموضوع ده ما عرفش. كل ما يقول لواحد ما تدينيش كبريت ولا كيس بلاستيك، اديني شلن او 10 ساغ، الواحد ده يقول له ما فيش فكة، هنعمل لك ايه يا سي سيد؟ اخيرا سيد افندي يأس، كلم مراته في الموضوع. قال لها انا يأست خلاص يا تفيدة، دلوقتي انا بجيب كل يوم 10 علب كبريت، في شهر هيبقى 300 علبة كبريت، في السنة هيبقى 3650 علبة كبريت، في 10 سنين هيبقى معانا ان شاء الله 36500 علبة كبريت، في 100 سنة ممكن يبقى معانا 365000 علبة كبريت. هتكون علبة الكبريت يا تفيدة وصلت جنيه، يبقى بقينا اغنياء. مش كده ولا ايه؟ وغدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.